يا صباح الفل. النهاردة هنحضر مع بعض بقسماط الأفران أو كعك الأفران بطريقة بسيطة وبمقادير ومكونات كلها اقتصادية وحرفيا كلها موجودة في البيت. من أجمل الحاجات اللي ممكن نحضرها في البيت، بسيط وسهل وكمان اقتصادي جدا بشوية دقيق ومية. هنحضر بقسماط في منتهى الجمال، هش جدا وخفيف ومقرمش جدا وطعمه بجد حلو قوي، مناسب طبعا ان احنا ناكله جنب الشاي او القهوة. طبعا الجو برد وبنجوع كتير، فمناسب جدا ان احنا ناكله جنب اي مشروب سخن احنا هنحضره بطريقة بسيطة جدا. هنحضره النهاردة وهنشوف مع بعض النهاردة ايه سر لونه الذهبي، العجينة ازاي تكون ناجحة معانا، وايه التسوية الصح. يا ريت نعمل لايك للفيديو، ولو جداد على القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان دايما يوصلكم اشعار بكل وصفة او اي فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ بالطريقة على طول. في البداية هنبدأ نحضر العجينة، وكل اللي هنحتاج كوبايتين المية، والمية لازم تكون دافية معانا علشان تنشط معانا الخميرة. هنحتاج كوبايتين من المية الدافية، وهنحتاج معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ما يعادل كيس من الخميرة الفورية. هنحتاج كمان معلقتين كبار من السكر الحبيبات، ونص معلقة صغيرة من الملح. بنضيف الخميرة والسكر وكمان الملح على المية الدافية، وبنبدأ نقلبهم كويس جدا بالشكل ده. لازم نتأكد ان السكر حبيباته دابت معانا. لو مش متأكدين من نوع الخميرة اللي احنا بنستخدمه، مهم جدا نعمل تست للخميرة او نختبرها في البداية علشان نتأكد ان هي شغالة وكويسة معانا. طبعا متأكدين من نوع الخميرة اللي احنا بنستخدمه، فضفت باقي المكونات على طول. هنحتاج كيلو من الدقيق، وطبعا نقدر نستخدم نص كيلو من الدقيق. ودلوقتي هقول لكم اثناء الفيديو يعني هقول لكم لو هنستخدم نص كيلو من الدقيق نعمل ايه او المقادير هتكون ايه. بنضيف الدقيق، وده دقيق متعدد الاغراض، نقدر نستخدم اي نوع دقيق خاص بالمخبوزات. تمام. ضفت كيلو من الدقيق وكنت نخلاه، يعني لازم ننخل الدقيق كويس. ضفت كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكوباية من الزيت النباتي. اي نوع زيت متوفر عندكم نقدر نستخدمه عادي، مفيش اي مشكلة. ضفت كوباية من الزيت، وضفت كمان معلقتين كبار من السمسم. السمسم اللي استخدمته سمسم محمص، ودي اضافة اختيارية، ممكن نضيف السمسم وممكن لا على حسب رغبتكم انتوا. بعد ما بنضيف كل المكونات دي بقى بنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا، ودي اهم حاجة واهم خطوة في الموضوع كله. لازم نعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا. العجينة لازم تكون معانا طرية، وفي نفس الوقت مهم جدا انها تكون مش بتلزق في ايدينا خالص. بنعجن العجينة كويس، بتاخد عجن معانا من 7 دقايق ل10 دقايق لو هنستخدم ايدينا، او لو هنعجن بايدينا بمعنى اصح ياخد معانا العجينة 10 دقايق في العجن. تمام. دي مقادير كيلو من الدقيق. طيب لو هنستخدم نص كيلو من الدقيق، بنضيف كوباية من المية، والمية برضو لازم تكون دافية. بنضيف برضو معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من السكر الحبيبات، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح. وبنضيف عليهم نص كيلو من الدقيق ونص كوباية من الزيت، وكمان معلقة صغيرة برضو من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي العجينة خفيفة جدا وهشة معانا، يعني حتى لو ضفنا المعلقة كلها، المعلقة الصغيرة كلها، فعادي جدا مفيش اي مشكلة. ده بيخلي العجينة خفيفة جدا معاكم. تمام. بنضيف برضو مع من السمسم، وزي ما قلت لكم دي اضافة اختيارية، بس لو هنستخدم نص كيلو من الدقيق بنضيف معلقة واحدة من السمسم. بعد ما بنعجن بقى العجينة بتاعتنا كويس جدا، بناخدها كده قدامنا على الرخامة او على اي حاجة احنا هنفرد عليها العجينة، وبنبدأ نبططها بالشكل ده، وبنفردها بالشكل اللي احنا شايفينه ده مع بعض. وبعد كده بنغطيها بستريتش راب او اي كيس بلاستيك متوفر عندنا، بنغطي العجينة علشان ما تنشفش معانا. تمام. احنا مش هنسيبها تخمر خالص، احنا هنبدأ نشتغل بيها على طول. بس في البداية بنحضر الغلاف اللي احنا هنغلف بيه البقسماط بتاعنا، اللي هو ايه؟ السمسم والسكر وحبة الركة. هنحتاج
كوباية من السمسم او نص كوباية على حسب طبعا الكمية اللي احنا هنحضرها. استخدمت كوباية صغيرة من السمسم المحمص بالشكل ده. كمان استخدمت معلقتين من السكر الحبيبات ومعلقة كبيرة من حبة البركة. بنضيف السكر والسمسم وحبة البركة على بعض وبنقلبهم في البداية الاول، وبعد كده بنضيف عليهم معلقتين من المية. طب المية هنضيفها ليه؟ المية دي عشان هتخلي معانا السمسم يلزق في العجينة بكل سهولة وما ينزلش من عليها اثناء ما احنا هنخبزها. تمام. بعد ما بنقلبهم مع بعض بنكون كده حضرنا السمسم اللي هنغلف بيه البقسماط علشان يدينا نفس الشكل اللي بنجيبه جاهز من بره. تمام. بعد كده بناخد حتة من العجينة بالشكل ده، بنقطع حتة صغيرة من العجينة، وما شاء الله لو لاحظوا العجينة طرية جدا بتتشكل معايا بكل سهولة. ده طبعا عشان عجناها كويس. لازم نعجن العجينة كويس جدا علشان ناخد افضل نتيجة احنا عايزينها. بعد كده بناخد حتة من العجينة بنبدأ نبرمها عادي جدا، وبعد كده بنبدأ نقفل العجينة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا قبل ما نقفل العجينة بناخد العجينة بعد ما بنبرمها او نشكلها بالشكل ده، بنبدأ ناخدها كده على السمسم علشان تتغلف معانا بالسمسم كويس جدا. وبعد كده بنبدأ نقفل العجينة من فوق بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده علشان تدينا الشكل اللي هو بتاع البقسماط اللي احنا بنجيبه من بره، او اللي هو الكعك بتاع الافران، او بقسماط عين اليمامة. بنفس العجينة نقدر نشكل اي نوع بقسماط احنا عايزينه. العجينة ناجحة جدا وهي دي نفس العجينة اللي بيستخدموها في الافران، فممكن من العجينة دي نشكل اي اشكال للبقسماط احنا عايزينها. زي ما احنا شايفين العجينة ما شاء الله حلوة جدا وناجحة جدا. نعرف العجينة ازاي ناجحة معانا؟ لما نلاقيها بتتشكل معانا بكل سهولة. طبعا زي ما احنا شايفين العجينة ما ريحناهاش خالص، يعني اشتغلنا فيها على طول. ما شاء الله العجينة ناجحة جدا لو عجناها كويس واتبعنا الخطوات اللي انا قلتها في البداية. تمام. بنبدأ العجينة كلها بنفس الشكل. في البداية ناخد حتة عجينة صغيرة وبنبدأ نبرمها كده، وبعد كده بنحطها في السمسم وحبة البركة، وبعد كده بنبدأ نقفل العجينة كويس بالشكل اللي شفناه ده كويس جدا من فوق علشان طبعا ما تفتحش معانا اثناء التسوية. عمل شكل كمان اللي هو الشكل اللي هو بيكون حرف الاس ده. طبعا المخبوزات عموما بيبقى ليها اشكال كتير، او بمعنى ادق البقسماط بيبقى له اشكال كتير في المحلات، فطبعا باي شكل احنا عايزينه نقدر نشكل العجينة دي. تمام. طريقة التشكيل سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين كده. شكلت جزء بسيط من البقسماط على حرف الاس بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وباقي الكمية او اكتر الكمية عملتها الشكل التاني ده. اهم حاجة نحاول ان احنا ما نخليهوش سميك قوي او نكبر البقسماط زيادة عن اللازم، لان اوريدي لسه هنسيبه يخمر للمرة التانية. ده شكل البقسماط بعد ما شكلت الكمية كلها. طبعا مهم جدا بعد ما بنشكله بنسيبه نص ساعة او ساعة، يعني عشان الجو برد حاليا، فهنسيبه ساعة كاملة علشان يخمر معانا كويس ويتضاعف حجمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده بعد ما خمر معايا كويس انا سيبته ساعة بالظبط وبدأت ان انا اسويه. لازم نسيبه يخمر كويس علشان ناخد نتيجة مظبوطة ليه. البقسماط يكون خفيف من جوه وكمان هش. تمام. بعد ما بيخمر معانا كويس وبنتأكد ان خلاص اوريدي خمر معانا واتضاعف حجمه بالشكل ده، بنبدأ ان احنا نسويه. في البداية طبعا بنبدأ ان احنا نشغل الفرن يسخن كويس علشان نبدأ نسوي البقسماط. لازم الفرن يكون سخن معانا. بنسخنه على درجة حرارة 250 لمدة 5 دقايق كده او 7 دقايق يكون الفرن سخن معانا كويس. بعد كده بندخل البقسماط على الرف الاوسط، بيقعد معانا بالظبط ما بين 25 دقيقة لنص ساعة. اهم حاجة نسيب النار هادية جدا علشان ياخد معانا تسوية مظبوطة وياخد لون ذهبي حلو ده من فوق ومن تحت، وكمان يطلع معانا مقرمش جدا. طبعا لو النار عالية عليه فهيبدأ ياخد لون معانا بسرعة، لكن طبعا هيكون لسه مستواش كويس من جوه وهيكون طري جدا معانا من جوه، وده طبعا احنا مش عايزينه خالص. احنا عايزينه يكون واخد تسوية مظبوطة، فلازم النار تكون هادية عليه ياخد لون حلو من تحت ذهبي بالشكل ده وكمان من فوق.
ويستوي كويس معانا من جوه. بياخد معانا بالظبط ما بين 25 دقيقة ل30 دقيقة، وممكن ياخد معاكم كمان 35 دقيقة على حسب نوعية الفرن اللي احنا بنستخدمها. جربوه، متأكدة بجد ان هو هيعجبكم جدا. طعمه حلو قوي، خفيف وهش وواخد تسوية مظبوطة جدا زي ما احنا شايفين. ياريت نعمل لايك للفيديو، ولو جداد على القناة نشترك فيها او نعمل سبسكرايب. لو ليكوا اي سؤال اكتبولي تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد.